ميسي يفكر بالعودة إلى برشلونة والمال يقف عائقا. كشفت إذاعة راك 1 الكتالونية الشهيرة أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الحالي بات أكثر انفتاحا على فكرة العودة إلى برشلونة الأسباني مجددا بعد خروجه المؤلم من النادي صيف 2021، لكنه يدرك صعوبة الأمر في الوقت الحالي نتيجة الأزمة المالية التي يعاني منها النادي وحاجته إلى تخفيض فاتورة الأجور وسط وجود خيارات أخرى منها إنتر ميامي الأمريكي أو التوجه نحو السعودية. وأمضى ميسي الذي يراه البعض كأعظم لاعب عبر التاريخ مسيرته الرياضية مع برشلونة، الذي ارتدى قميصه 20 عاما بين الفئات السنية والفريق الأول قبل أن يرحل في أغسطس 2021 بعد نهاية عقده وعدم قدرة النادي على تجديده نظرا لقيود رابطة الدوري الأسباني المالية حينها. وأوردت راكوان مساء الأربعاء أن ليو بات يقدر إمكانية العودة إلى برشلونة الموسم المقبل، رغم أنه لم يكن يتخيل حدوث ذلك عقب رحيله بسبب طريقة خروجه التي يراها مؤلمة نظرا لتاريخه العريض، لكنه تجاوز ذلك اليوم وأصبح برشلونة أحد الخيارات التي ستكون أمام ميسي بعد أقل من 3 شهور. وأتباع يرى ميسي أن برشلونة يملك مشروعا رياضيا واعدا ويسير بشكل إيجابي، وكذلك ارتباطه وعائلته الوثيق ببرشلونة التي كانت مقر إقامته لمدة تجاوزت عقدين. وواصلت الإذاعة: عقد ميسي مع باريس ينتهي في يونيو المقبل، وخياراته هي التجديد مع ناديه الحالي رغم أنه احتمال ضعيف أو يتوجه إلى أمريكا وتحديدا نحو إنتر ميامي أو المراهنة على الأرقام الكبيرة المقدمة من السعودية. لكن يمكن التأكيد بأن خيار برشلونة ليس مستبعدا، مع العلم بأن ميسي ذاته يعرف صعوبة الأمر وتحديدا من الناحية المالية نظرا لوضع النادي الراهن. أكدت مصادر الإذاعة داخل برشلونة أنه لا توجد مفاوضات لعودة أعظم لاعب في تاريخ النادي حاليا، بينما أشارت إلى أن ارتداء ليونيل ميسي قميص البلوغرانا من جديد يعتمد بالمقام الأول على إرادته. ليونيل ميسي ب 34 بطولة مختلفة مع برشلونة وسجل 672 هدف خلال 778 مباراة لعبها بين عامي 2004 حتى 2021.